أصحاب لازم تخلي بالك منهم، مش كل اللي بيضحك في وشك صاحب. بص يا صاحبي، في نوع كده من البشر بيحب يدخل حياتك من أوسع باب ويقولك أنا صاحبك الجدع اللي هيسندك لما تقع، بس أول ما تقع تلاقيه بيصورك فيديو على التيك توك ويكتب كان يوم جميل وقفل بموقف مضحك. تعال أقولك على شوية أنواع من الصحاب لو لقيتهم حواليك لازم تخلي بالك جدا وتراجع حساباتك. النوع الأول هو الكومبارس الساكت، ده اللي بيقعد وسطكم ساكت، ضحكته خفيفة وعمره ما قال رأيه في حاجة، بس أول ما يحصل خلاف تلاقيه حافظ كل حاجة كنت بتقولها عن الكل ويطلعها في وشك فجأة. ده مش صاحب، ده شحنة صمت متأخرة الانفجار. النوع التاني هو صاحب أنا بهزر معاك، اللي دايما بيهزر على حسابك. يا عم انت خاسس قوي، بقيت عامل زي خلة السنان، دي قصة شعر دي ولا كهربا لمستك؟ ولما تتضايق يقولك انت حساس زيادة. اهو النوع ده بيستخدم الهزار عشان يتنمر عليك، وخطورته انه بيكسرك وانت من طيبتك بتضحك. النوع الثالث صاحب المراية المكسورة، اللي عمره ما شاف فيك حاجة حلوة، كل ما تقوله انك فرحان يقولك فرحان ليه؟ الدنيا سواد. تحس كده انه متخصص في كسر المود. النوع ده بيخليك تشوف نفسك وحش حتى وانت لابس لبس جديد. النوع الرابع صاحب ابو فلان قال، اللي بينقل الكلام وينفخ في اي سوء تفاهم. تحكي له على حاجة تلاقي 7 أفراد عارفين تفاصيلك بعدها ب3 ساعات. ده بالصاحب، ده نشرة أخبار متنقلة. مش بس كده، ده بيدي تحليلات مجانية كمان. النوع الخامس صاحب أوقات الفراغ، اللي بيظهر بس لما يكون فاضي، ولما انت تحتاجه فجأة يبقى مشغول جدا. تحس انه بيعاملك كأنك تطبيق على الموبايل، بيفتحك لما يكون زهقان وبيقفل اول ما يلاقي حاجة تانية تسليه. النوع السادس صاحب اللي بيقارن دايما، اللي طول الوقت بيقارن بينك وبين غيرك. شوف فلان عمل ايه، شوف علان سافر فين، وبدل ما يفرحك يقعد يلمح انك قد ايه متأخر. النوع ده بيحفر فيك نقص هو اصلا مش موجود فيك. النوع السابع صاحب المزيف الطيب، اللي دايما يقولك انا بخاف على زعلك، بس يجي في ظهرك يقعد يحكي حكاياتك للي يسوى واللي ما يسواش. ده خطر جدا، لانه لابس وش ملاك وقلبه مليان ضلمة وسواد. الخلاصة، بص يا سيدي، مش اي حد بيضحك في وشك يبقى صاحب. الصاحب الحقيقي هو اللي بيكبرك، بيسندك، بيقولك على العيب في وشك، وبيحافظ على سرك كأنه سره. خلي بالك من نفسك ومن دايرتك، وافتكر دايما مش لازم كل الناس تدخل قلبك، بس لازم اللي جواه يكونوا يستاهلوا. لو عجبك الفيديو اكتب لنا في الكومنتات ايه اكتر نوع من الصحاب قابلته في حياتك، وايه التصرف اللي خلاك تقول كفاية كده الباب يفوت جمل.